شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان حديثنا يدور حول جوانب من حياة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. وقد تحدثنا فيما مضى حول العنوان الأول، وهو تربية الإمام لمجموعة ضخمة من العبيد. أما العنوان الثاني فهو الإمام زين العابدين وتخريج مجموعات من الفقهاء والرواة وحملة الشريعة. ما هي أهمية هذا الدور؟ تربية عالم في بعد من أبعاد الحياة تعني تربية الموجه للأمة في ذلك البعد. الآن الدول تصرف أموالا ضخمة على تربية الأطباء. تربية الطبيب يعني تربية موجه للأمة في المجال الطبي. أنتوا الآن تصوروا بلدة، مدينة لا يوجد فيها طبيب، إلى من يلجؤون في مشكلاتهم الطبية؟
المدينة بلا طبيب يعني مدينة معرضة لمختلف الآفات الصحية. تربية مهندس يعني تربية موجه للأمة في مجال الهندسة. إذا لم يكن عندنا مهندسون كيف كنا نخطط المدن؟ وكيف يمكن لنا أن نبني البيوت؟ تربية عالم وتربية فقيه وتربية راوي تعني تربية وتوجيه للأمة في أخطر أبعادها وأشمل أبعادها وأعم أبعادها، وهو بعد الدين. الدين أهم حقيقة في هذا الوجود. إذا إحنا ما عندنا موجه ديني، إذا ما عندنا فقيه، إذا ما عندنا عالم، إحنا إذا ما عندنا طبيب، نتورط في الهلكة الدنيوية. أما إذا ما عندنا طبيب يعني نتورط في الهلكة الدنيوية. إحنا إذا ما عندنا فقيه يعني نتورط في هلكة أعظم وأخطر، وهي الهلكة الأخروية. هنالك رواية لطيفة مذكورة في الكافي. مضمون هذه الرواية يقول الإمام صلوات الله عليه: أنتم عندما تريدون أن تسافروا إلى سفرة تحتاجون إلى دليل. قديما القوافل كانوا يأخذون معهم دليلا، لأنه الصحارى كلها متشابهة، الجبال تبدو لنا متشابهة، لا نعرف ما هو طريق الوصول إلى الهدف وما هو طريق الهلكة. كثير من الأفراد كانوا يضلون وكانوا يعطشون ويبقون يوما أو أياما حتى يموتوا من العطش. كثير من الأفراد عندما كانوا يضلون الطريق كانوا يدخلون في مذأبة أو يدخلون في مسبعة فيكونون طعمة لسباع البادية. الإمام يقول: أنتم في الطريق المادي في طرق الأرض تحتاجون إلى دليل، ولكن في طرق السماوات لا تحتاجون إلى دليل. في قضية الدين لا نحتاج إلى دليل. إذا واحد ظل في الصحراء يموت من العطش، ولكن إذا واحد ظل في قضية الدين يخسر حياته الأبدية، بل يخسر دنياه أيضا. فهذا دور تربية الأدلاء على الله، حملة الشريعة، الفقهاء العارفين بالدين، الرواة الذين ينقلون أحاديث النبي الأعظم وأهل البيت صلوات الله عليهم إلى الأجيال. هذا الدور دور مهم جدا. الإمام السجاد صلوات الله عليه ربى جيل من الفقهاء
والرواة وحملة الشريعة والأدلاء على الله سبحانه وتعالى. المؤرخون يذكرون مقاطع من حياة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. الإمام السجاد كان يشجع الحركة العلمية. تشجيع الحركة العلمية قضية مهمة. نحن يجب أن نشجع الحركة العلمية. عندكم ابن تجدون فيه الموهبة، شجعوا هذا الابن. ربما يكون حامل لواء الدين لا في بلدكم فقط، وإنما حامل لواء الدين في العالم كله. إذا شفتوا شاب من الشباب فيه قابلية وفيه أهلية، شوقوه. التشويق جدا مهم. ربما هذا يكون ركن من أركان الدين وأركان الشريعة. الإمام زين العابدين صلوات الله عليه ذكروا في أحواله أنه عندما كان يرى طالب علم كان يشجعه، يقول له: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله. لعل المراد يعني من أوصى به النبي صلى الله عليه وآله. هنالك رواية أخرى يذكرها المؤرخون عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الباقر يقول: كان أبي، يعني الإمام زين العابدين، إذا نظر إلى شباب طلاب العلم. الرواية الأولى عامة، هذه الرواية تختص بشباب طلاب العلم. الشباب لهم أهمية مضاعفة. الشباب هم الذين بيدهم الأمور بعد حين، بعد فترة بسيطة. إذا نظر إلى شباب طلاب العلم أدناهم، يعني قربهم، وقال لهم: مرحبا بكم، أنتم ودائع العلم. الإمام السجاد صلوات الله عليه ربى جيلا من الفقهاء ومن الرواة الكبار. واحد من هؤلاء أبان ابن تغلب، رغم كل الضغوط اللي كانت حاكمة في ذلك الوقت. الإمام ربى مثل أبان ابن تغلب من كبار العلماء، وقد حفظ علوم أهل البيت. وذكروا في أحواله أنه إذا قدم إلى يثرب، يعني إلى المدينة، تقوضت إليه الحلق العلمية. المدينة كانت مفتوحة، كثير من أهل المدينة كانوا يعادون أهل البيت، كانوا ضد أهل البيت. ليش أهل المدينة كثير منهم كانوا يعادون أهل البيت؟ هذا إلى تحليل تاريخي مذكور في محله. ولكن الإمام زين العابدين يربي مثل هذه الشخصية أبان ابن تغلب عندما يأتي المدينة التي يغلب عليها طابع العداء لأهل البيت، وإذا بكل الحلق العلمية تتقوض ويأتون إلى حلقة أبان. تربية مثل هذا الرجل له أهمية كبرى. الإمام الباقر، لأن عاش أبان بعد الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، قال لأبان ابن تغلب: اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس. أبان كان مفتيا، راجعوا كتاب الاجتهاد والتقليد. فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك.
الذهبي من نواصب العامة، من الذين يحملون نصبا لأهل البيت، يقول عن أبان: شيعي جلد، يعني قوي في تشيعه، لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته، كما يقول الذهبي. هذا واحد من تلاميذ الإمام السجاد، وله مجموعة من الكتب، ألف مجموعة من الكتب. من جملة تلاميذ الإمام زين العابدين أبو حمزة الثمالي المعروف، الذي روى دعاء أبو حمزة الثمالي المشحون بمعارف أهل البيت عن الإمام زين العابدين. أبو حمزة مو فقط راوي، وإنما كان عالما من أبرز علماء ذلك العهد في الحديث والفقه وعلوم اللغة وغيرها، وكانت الشيعة ترجع إليه في الكوفة لإحاطته بفقه أهل البيت. أبو حمزة الثمالي كان فقيها أيضا، مضافا إلى كونه راويا، كان مرجعا للشيعة في الكوفة. الإمام ربى في هذا المجال مثل أبو حمزة الثمالي، وألف أبو حمزة الثمالي كتب تدل على غزارة علمه. واحد من تلاميذ الإمام السجاد سعيد بن جبير، كاتبين عنه من أبرز علماء عصره، علماء العامة كتبوا عنه. لاحظوا هاي العبارة: ما على الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه، إلى علم سعيد بن جبير. واحد من تلاميذ الإمام السجاد صلوات الله عليه معروف ابن خربوث، واحد من أصحاب الإجماع، من الطبقة الأولى من أصحاب الإجماع. معروف ابن خربوث، وهو الذي ما بيننا معروف. واحد من تلاميذ مدرسة الإمام السجاد سليم ابن قيس المعروف صاحب الكتاب المشهور، وغيرهم. الإمام زين العابدين صلوات الله عليه كما يقول المؤرخون اتخذ الجامع النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وآله مركزا لمدرسته العلمية. في كل جمعة الإمام السجاد كان له خطبة، وكانوا يحفظون كلامه ويكتبونه. الإمام السجاد إذا أراد السفر للحج من المدينة إلى مكة رافقه حوالي 1000 عالم وقارئ، وهم يسجلون كلامه. وفي بعض التواريخ رأيت أن الإمام السجاد صلوات الله عليه في كل عام تقريبا كان يحج. هذا هو الجيل الذي رباه الإمام زين العابدين صلوات الله عليه. الشيخ الطوسي رحمه الله في رجاله ذكر حوالي 173 واحد من أصحاب الإمام زين العابدين في رجال الطوسي من صفحة 81 إلى صفحة 102. هنا لا بأس أن نشير إلى ملاحظة، وهذه الملاحظة أن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه فرض وجوده العلمي مضافا إلى وجوده الأخلاقي، فرض وجوده العلمي حتى على الآخرين. هذه الظاهرة في التاريخ
لها حالة انكماش ولها حالة انبساط، لها حالة مد ولها حالة جزر. ولعل أهم العوامل المؤثرة في ذلك ضغوط السلطات. احنا نعتقد أن أهل البيت صلوات الله عليهم هم أبواب الله سبحانه وتعالى، هم الذين جعله النبي صلى الله عليه وآله عدلا للقرآن، وقال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذا الحديث حديث الثقلين رواه الشيعة ورواه العامة في صحاحهم. الباب الذي عينه الله، ولكن بقطع النظر عن هذه الجهة. الآن نريد أن نقطع النظر عن هذه الجهة. أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أقل ما يقال فيهم إنهم كانوا قمم الرواة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وحفظت تراث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. إذا خادم النبي، الخادم الذي عاش مع النبي أياما وله قابلية متواضعة، هذا يكون مصدر من مصادر التشريع، يعني نقل الشريعة. فما بالك بأهل البيت، وأهل البيت أدرى بما في البيت. إذا يؤخذ الدين من الغرباء البعيدين فكيف لا يؤخذ من القرباء العارفين؟ هاي الظاهرة، ظاهرة التلقي من أهل البيت، المرجعية العلمية لأهل البيت مع قطع النظر عن الجهة الأولى التي ذكرناها، كانت فيها حالة انكماش وانبساط. أحيانا الظروف السياسية كانت تضغط بشدة، وإذا بهم يقصون أهل البيت من المرجعية العلمية. وأحيانا الظروف شوية كانت تنبسط، وإذا بالأمة تشعر بالحاجة إلى ذلك الملجأ. إذا أكو طبيب في بلدة أنتم مضطرين أن تراجعوا إلى هذا الطبيب. عندما ينزل الماء في العين إلى من تراجعون؟ ما تراجعون إلى الجاهل الذي لا يعرف شيئا، تبحثون عن الطبيب، بل ربما تبحثون عن أعلم الأطباء. عندما واحد يبتلى بالجلطة القلبية، أنتم إلى من تأخذونه؟ ما تأخذوا إلى درويش يجلس على الشارع، تأخذوا إلى طبيب خبير، بل تأخذونه إلى أفضل الأطباء. العلم كان عند أهل البيت. ولذلك في عهد الإمام السجاد صلوات الله عليه شوية عندما كان مجال، لأن السلطة في بعض الفترات انشغلت بقضايا أخرى، انشغلت بثورات قامت ضدها، وإذا بمرجعية الإمام السجاد العلمية تعود أيضا. الناس محتاجون. أكو واحد هذا من كبار علماء البلاط الأموي، عالم كبير، وهو مصدر مهم من مصادر البخاري. هذا العالم عنده في صحيح البخاري، صحيح البخاري اللي ما يروي ولا حديث واحد عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، البخاري يروي عن هذا العالم الكبير أكثر من 1200 حديث.
يعني شوفوا موقعيته العلمية. وهذا الرجل هو الزهري أو الزهري، هذا تلميذ من تلاميذ الإمام السجاد. في عهد شوية السلطة رفعت يدها أو خففت قبضتها. هنالك حديث لطيف مذكور في كتبنا الفقهية والحديثية، مثلا مذكور في الوسائل، باب مذكور في تفسير القمي جزء 1 صفحة 185، مذكور في هداية الشيخ الصدوق، يقول عن الزهري. طبعا الزهري من المبغضين لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، يعتبر من النواصب، وله قضايا عجيبة في التاريخ. يقول دخلت على علي بن الحسين فقال يا زهري من أين جئت؟ فقلت من المسجد. فقال فيما كنتم؟ في ماذا كنتم تبحثون؟ قال تذاكرنا أمر الصيام فاجتمع رأيي ورأي أصحابي. حديث ما عندهم. أحد كبار أئمة المذاهب يقول لم يصح عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلا 7 أحاديث. دين تريدون أن تفهموه ب7 أحاديث، هذا ممكن؟ هذا إمام هذا المذهب ما يضطر إلى أن يعمل باستحساناته الظنية في قضايا الدين، ويركب الدين وفق التصورات. فاجتمع رأيي ورأي أصحابي على أنه ليس شيء من الصوم واجب إلا صوم شهر رمضان. ما هو الصيام الواجب؟ الكل الذين كانوا جالسين قالوا اتفقوا على أنه لا يوجد إلا نوع واحد وهو صوم شهر رمضان. فقال الإمام السجاد يا زهري ليس كما قلتم، مو هالشكل. إن الصوم على 40 وجها، الصيام عند 40 نوع. فقلت فسرها لي، ما هي هذه الأنواع؟ ففسرها واحد واحد. الحديث بالتفصيل مذكور في تفسير القمي. أين يجدون هذه الحقائق؟ لا يمكن أن توجد إلا عند أهل البيت. أكو حديث آخر ولو ما يرتبط بما نحن فيه في بعد آخر. هذا الحديث الفقهاء يذكرونه في كتاب الاجتهاد والتقليد بمناسبة، والرواية مذكورة في الكافي وهي رواية صحيحة. تقول هذه الرواية دخل عمرو بن عبيد على أبي عبد الله الصادق، مربوطة بالإمام الصادق هذه الرواية، فلما سلم وجلس تلا هذه الآية الذين يجتنبون كبائر الإثم. أحب أن أعرف الكبائر، ما هي الكبائر؟ الله تعالى يقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ما هي هذه الكبائر؟ من أين نعرف؟ إذا لم نلجأ إلى أهل البيت من أين نعرف؟ أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله. اطلع هذه الكبائر من الكتاب، من القرآن الكريم. فقال الإمام الصادق نعم يا عمرو. ثم الإمام صلوات الله عليه يتحدث 3 صفحات مستشهدا في كل فقرة بآية من كتاب الله. فخرج عمرو بن عبيد وله صراخ من بكائه، يبكي ويصرخ وهو يقول هلك من قال برأيه
ونازعكم في الفضل والعلم. هذه الرواية في الوسائل باب 46 من أبواب جهاد النفس، الحديث الثاني. ولكن مع الأسف في كثير من الظروف وحتى الآن نجد أن هذه المرجعية، مرجعية أهل البيت العلمية، ألغيت بالمرة. الآن كم جامعة أكو في العالم تدرس حديث أهل البيت وتدرس فقه أهل البيت ولو كفقه في موازاة بقية المذاهب والآراء. إلغاء أهل البيت من الحياة، تهميشهم. هذا هو البعد الثاني على نحو الاختصار، تربية أجيال من الفقهاء والرواة وحملة الشريعة. البعد الثالث الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وقضية كربلاء. أنا أشير في هذه القضية إلى نقطة واحدة، وهذه النقطة أن قضية كربلاء، قضية عاشوراء، كانت قضية استثنائية. ولا يوجد يوم ككربلاء ولا يوجد يوم كعاشوراء. راجعوا أمال الصدوق، الرواية عن الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه، خاطب أخاه الإمام الحسين: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. القضية كانت قضية استثنائية. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه تعامل مع هذه القضية الاستثنائية تعاملا استثنائيا، بل جميع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تعاملوا مع هذه القضية تعامل استثنائي. أنا أذكر لكم نموذج لتوضيح معنى التعامل الاستثنائي، ونذكر هذا النموذج من القرآن الكريم درءا لبعض الشبهات المثارة حاليا. النبي يعقوب يفقد ولده، النبي يوسف. النبي يعقوب بنص القرآن الكريم تعامل مع هذه القضية تعامل استثنائي. كثير من الآباء يفقدون أولاده في العالم، ولكن تعامل النبي يعقوب على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان تعامل استثنائي. القرآن الكريم يقول: وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف. الأسف كما يقول المفسرون يعني الحزن الشديد، هذا معنى الأسف. وابيضت عيناه من الحزن في آية. في آية أخرى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني لا تفتأ يعني لا تنفك، حتى تكون حرضا. الحرض يعني المريض المشرف على الموت. حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، يعني إما تشرف على الموت، واحد يكون على حافة الموت، وإما يموت بالفعل. هذا القرآن، وهذا مو رجل عادي، هذا النبي من الأنبياء. في حديث مذكور في تفسير البرهان
سئل الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن حزن يعقوب على يوسف، فقال: حزن 70 سكلى بولدها. ما أدري أنتم شايفين امرأة تفقد ولدها، هذه يقال لها ثكلى. أنا شايف أب فقد ولده في ريعان شبابه، كان منهار، ما كان يتمكن يقف على قدمه. الأم عاطفتها هواية أكثر. كان حزنه حزن 70 سكلى بولدها. بكى. كم عام بكى؟ أعوام طويلة. بهذا التعامل الاستثنائي يعقوب، النبي يعقوب، ما أقول صنع من هذه قضية، هاي العبارة مو دقيقة، وإنما عكس هذه القضية. قضية كانت تموت، قضية يوسف، ولكن أحيا هذه القضية في المجتمع. لم يحيي هذه القضية في ذلك المجتمع، وإنما أبقى هذه القضية على مر التاريخ إلى هذا اليوم. إذا ما كان تعامل استثنائي، القضية ما كانت تبقى. كم من القضايا الكبرى في التاريخ نسيت. كم نبي احنا عندنا 124 ألف نبي في التاريخ، وفي البحار على ما أتذكر عندنا 300 ألف نبي احنا لا نعرف حتى أسماءهم. نبي بعظمته ينسى، حتى اسمه لا يذكر. ولكن يعقوب بهذا التعامل الاستثنائي مع هذه القضية أبقى هذه القضية عبر القرون إلى هذا اليوم، وستبقى قضية يعقوب ويوسف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تعامل استثنائي. هذا القرآن الكريم يقول: أهل البيت وعلى رأسهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تعامل مع قضية الحسين، مع قضية كربلاء، مع قضية عاشوراء تعامل استثنائي. كل أهل البيت. توجد هنالك عبارة في زيارة عاشوراء، ما أدري أنتم فكرين في هذه العبارة أو لا، عبارة عجيبة. في زيارة عاشوراء الشيخ التبريزي المرجع المشهور رحمه الله عنده كتاب زيارة عاشوراء فوق الشبهات، هو أو مكتبه. أكو هنالك عبارة حول يزيد، دققوا في مفردات هذه العبارة. يقول: اللعين ابن اللعين، يعني يزيد بن معاوية، على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه النبي. يعني شنو في كل موطن وموقف؟ ظاهر هذه العبارة أن النبي الأعظم في كل موقف كان يتذكر قضية كربلاء، في كل موطن. يعني إذا دخل البيت تذكر قضية كربلاء ولعن يزيد بن معاوية، إذا جاء إلى المسجد تذكر قضية كربلاء ولعن يزيد بن معاوية. طبعا ثقافة اللعن موجودة في القرآن الكريم. شوفوا كم مادة لعن أكو في القرآن الكريم. اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه النبي. لا أقول النبي صنع من كربلاء قضية،
النبي عكس هذه القضية، أبقى هذه القضية. الإمام الرضا صلوات الله عليه تعامله مع قضية كربلاء كان تعامل استثنائي. إن يوم الحسين أقرح جفوننا. إجد واحد يجب أن يبكي حتى تقرح هذه العين؟ قد لازم يبكي؟ أنتم شايفين إنسان في حياتكم أقرحت عينه من البكاء؟ حتى الأمهات الثكلى شايفين؟ أنا ما شايف واحد هل قد يبكي إلى أن عينه تبتلى بالقرح. يعني تعامل استثنائي، ما كان تعامل طبيعي. القضية الاستثنائية تحتاج إلى تعامل استثنائي. قضية كربلاء ما كانت قضية عادية. إن يوم الحسين أقرح جفوننا. الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه ما كان يتعامل، ما تعامل مع قضية الحسين صلوات الله عليه تعامل عادي. التعامل العادي يكون مع قضية عادية ولا يكون مع قضية استثنائية. فلأندبنك صباحا ومساء. بعض الحسينيات أنا شاهدتها كل يوم عندهم تعزية صبح وليل دورة العام. هذا يعني تعامل استثنائي. هذا يعني الاقتداء بالإمام المهدي صلوات الله عليه. فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. الذين يدعون إلى التعامل الطبيعي مع قضية عاشوراء. التعامل الطبيعي يعني إنهاء قضية عاشوراء. قضية عاشوراء لا يمكن أن يتعامل معها تعامل طبيعي، يجب أن يتعامل معها تعامل استثنائي. بعض العلماء كان يقول لي هل يمكن أن نستفيد من هذه العبارة؟ أئمة أهل البيت قدوات. هل يمكن أن نستفيد من هذه العبارة أنه من المستحب على كل مؤمن في كل بقعة في العالم أن يذكر الحسين ويندبه صباحا ومساء في كل يوم، ولو بهذا المقدار أنه الصبح يقول وحسينا، يذكر الإمام ويندبه بهذا المقدار. فلأندبنك صباحا ومساء. هذا التعامل الاستثنائي هو الذي أبقى هذه القضية وخلد هذه القضية. المؤمنون الأولياء العلماء الأبرار تعاملهم كان تعامل استثنائي. عندما يلبس السواد في يوم عاشوراء يعني اعتبر هذا اليوم يوما استثنائيا. الاستثناء أيضا إلى مراتب. أكو بعض العلماء بعض المؤمنين 10 أيام يلبسون السواد على سيد الشهداء. أكو بعض الأفراد 2 شهرين كاملين، شهري محرم وصفر، يلبسون السواد. أكو بعض الأفراد لا ينزعون السواد إلا يوم 8 من ربيع الأول. 2 و8 أيام تقريبا. واحد من الأفراد توفي، أولاده ما لبسوا السواد عليه. عادة عندما واحد يتوفى له قريب أبوه أمه زوجته يلبس السواد، ما لبسوا أولاده. فقالوا لهم ليش ما لبستوا السواد؟ قالوا في الواقع احنا نخجل من الإمام الحسين صلوات الله عليه، نخجل من النبي الأعظم. احنا على الإمام الحسين لا نلبس السواد، نلبس على أبونا. هذا تعامل استثنائي. الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه في كل يوم قبل أن يبدأ بالتدريس كان يأمر خطيبا بأن يصعد المنبر أو يقف ويتلو مصيبة سيد الشهداء. هذا تعامل استثنائي.
يعني مو قضية طبيعية، مو قضية عادية. وفي أيام عاشوراء في اليوم العاشر ليلة العاشر كان يخرج مع اللاطمين وهو المرجع الأعلى بعد مرجعيته، كانوا يقولون شيخنا هذا مو مناسب لك. كان يقول الشيخ عبد الكريم الحائري كل ما عندي، هاي البركات الكبيرة اللي جرت على يده، إنما هي من الإمام الحسين. ثم يذكر قضية موته أو إشرافه على الموت وعودته إلى الحياة بشفاعة سيد الشهداء. السيد عبد الهادي رحمة الله عليه قبل أن يقول الله أكبر في كل صلاة كان يقول أولا السلام عليك يا أبا عبد الله، ثم يقول الله أكبر. كانوا يقولون له لماذا؟ كان يقول هذه الصلاة التي نصليها ويصليها جميع المسلمين في الأرض إنما هي ببركة دماء سيد الشهداء. إذا الإمام الحسين ما كان، يزيد ومعاوية وبني أمية قضوا على الإسلام وانتهى الإسلام. تاريخ كان يصير شبح، هذا كان هدفهم، ينهوا من الوجود هذه الصلاة ببركة سيد الشهداء. هذه التعاملات الاستثنائية هي التي أبقت القضية وحفظت القضية، حافظت على حرارتها. إحنا كل واحد منا يجب أن يكون له دور في ذلك. يجب أن نفكر، كل واحد منا يفكر ماذا يمكن أن يقدمه في هذا المجال. امرأة فقيرة تقيم مجلس لسيد الشهداء 10 أيام، لعله 10 أيام. ذكروا عنها في قضية أنها كانت تذهب وتخدم في البيوت لمدة عام كامل، سنة كاملة. شوفوا هذا الانشداد، هذا الحب، سنة كاملة تخدم في البيوت وتتحمل ألم الخدمة. طبعا كل عمل هو عمل شريف، ولكن الخدمة فيها ألم، فيها أذى. تتحمل ألم عام واحد لكي تقيم مجلس سيد الشهداء في بيتها لمدة 10 أيام أو نحوها. هذا تعامل استثنائي. الذين تحدوا البطش الصدامي في تلك العهود المرعبة المرهبة تعاملوا مع هذه القضية تعامل استثنائي. حقيقة أحيانا واحد عندما يشوف هذه النماذج يخجل من نفسه. ذلك البطش اللي قل له نظير في التاريخ. نقل أحد العلماء عن أحد الذين كانوا في هذه القضية، قال أنه اعتقلت في أيام صدام، في أيام البعثيين، ثم جابوا بمجموعة من الشباب في نفس المعتقل، يبدو في قضايا عاشوراء أو كذا. يقول دخل الضابط ومعه مجموعة من الجلاوزة فنادى: من منكم يحب الحسين؟ يقول قام شاب، تحدي، هذا الداء يخاطر بحياته بهذا الموقف. يقول فوقف
وقال أنا أحب الحسين. يقول الضابط قال لجلاوزته خذوه جيبوه. يقول هجموا عليه وأخذوه، جاءوا إلى الضابط فأخذ المسدس وأفرغ الرصاص على رأسه وسقط والدماء تنزف منه ومات. ثم صاح بعد ذلك من منكم يحب الحسين؟ قام الثاني قال أنا أحب الحسين. حقيقة واحد عندما يرى هذه النماذج ما يخجل من نفسه، ما يخجل من تواضع ما يقدمه إلى سيد الشهداء. قال أنا أحب الحسين، قال جيبوه، جابوه وقتله أمام الحاضرين. الثاني يمكن يكون عمله أهم من الأول، لأن الأول مو معلوم كان يقتل أو ما يقتل، الثاني قطعا يقتل، قتل واحد أمامه. ثم قال من منكم يحب الحسين؟ قال فقام كلهم الشباب وقالوا نحن نحب الحسين. هذه الروحية هي التي حفظت عاشوراء، هي التي نشرت عاشوراء. هؤلاء الذين أتوا إلى زيارة عاشوراء في هذا العام 40 العام الماضي مع المخاطر في الطريق، واحد من الإخوة قال رأيت رجل مقطوع الرجلين يزحف على رجليه، المتبقي من رجليه يزحف لزيارته. أنت مقعد، رجلك مقطوعة، ساقط عنك. قال وقد انجرحت رجله فلفها بلفائف وهو يزحف عليها. كم كيلومتر جاي؟ هذه القضايا هي التي أبقت. احنا لا يجوز لنا، لا يحق لنا أن نجعل قضية الحسين كبقية القضايا. إذا ماكو في تاريخ الإمام السجاد صلوات الله عليه إلا هذه الكلمة، قضايا كثيرة الخطباء الكرام ينقلون هذه القضايا. إذا ماكو في تاريخ الإمام إلا هذه القضية المذكورة في بحار الأنوار مجلد 45 صفحة 147 وغيره من الكتب عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، يقول إن الإمام السجاد بكى على أبيه 40 سنة، 40 سنة كان يبكي، صائما نهاره قائما ليله، فإذا حضر الإفطار وجاء غلامه بطعامه وشرابه فيضعه بين يديه فيقول كل يا مولاي. الإمام السجاد ما كان يمد يده إلى الطعام وإلى الشراب وهو صائم. الخطباء ينقلون، الخطباء الكرام، مصيبة العطش وهي مصيبة عظيمة، ولكن الإمام الحسين صلوات الله عليه له مصيبة أخرى وهي مصيبة الجوع أيضا. الإمام كان عطشانا وكان جائعا، فيقول الإمام السجاد كيف آكل وقد قتل ابن رسول الله جائعا؟ كيف آكل وقد قتل ابن رسول الله عطشانا أو عطشان؟ فلا يزال يكرر ذلك ويبكي حتى يبتل طعامه من دموعه ثم يمزج شرابه بدموعه. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول فلم يزل كذلك حتى لحق بالله عز وجل. الإمام السجاد كم عاش بعد أبيه؟ 35 عام أو 40 عام. إلى اليوم الأخير الإمام السجاد كان يعيش أحزان كربلاء. الوالد
رحمه الله كان ينقل، كان يقول أنه كانت امرأة كان يذكرها، هذه كانت تقول: أنا ما أتمكن أواسي سيد الشهداء، إحنا المفروض أن نواسي سيد الشهداء بمقدار الإمكان، بمقدار الإمكان. الذين يمشون حفاة في اليوم 10 وليلة 11 يستذكرون عيالات الحسين، أطفال الحسين الذين كانوا يمشون في تلك الصحاري وهم حفاة، تجسيم مواساة. إحنا إذا كان بإمكاننا، هذه المرأة كانت تقول كما ينقل الوالد، يقول: أنا ما أتمكن أواسي سيد الشهداء بأن لا أشرب الماء، إذا كنت أتمكن ما كنت أشرب الماء إلى آخر حياتي، ولكن أتمكن أن لا أشرب الماء البارد. الماء الحار لا يروي القلب، كيف أروي قلبي من الماء البارد وقد قتل الحسين عطشان صلوات الله عليه؟ يقول: لم تشرب الماء البارد إلى آخر حياتها. كان يذكرها من هي، توفيت طبعا. كان واحد من الحاضرين من العلماء عندما الوالد نقل هذه القضية قال تعبير جدا لطيف، قال: هذا وفاء 1000 عام. عندنا وفاء يوم، وفاء 10 أيام، وفاء عام. احنا أمواتنا عندما يموتون بعد عام ننساهم، بس هذا وفاء 1000 عام، هذا وفاء ألوف الأعوام، يستمر هذا الوفاء عند المؤمنين الأوفياء. وأيضا هنالك جهات أخرى تشويق الإمام صلوات الله عليه لهذه الحركة، تشويق. هذه الحركة تحتاج إلى سند. أكو بعض الأفراد يقفون سندا وراء قضية سيد الشهداء، يمكن بعض الأفراد الظروف لا تسمح لهم بكل اللون من ألوان إظهار الحزن، بس يقف سند. السندية مهمة. الإمام السجاد أيضا كان سندا. هذه الرواية مذكورة في المحاسن المجلد 2 صفحة 420. يقول: وكان علي بن الحسين نساء بني هاشم 4 أعوام أو 5 أعوام لم توقد نار الطبخ في بيوتهم. 4 أعوام أو 5 أعوام ما كانوا يطبخون شيء، كان حالة عزاء. كان علي بن الحسين يعمل لهن الطعام للمأتم، بس الآخرين كانوا يجون أيضا للمأتم قاعدة يجون، يعني المأتم خب ما يختص بأهل البيت فقط. الإمام كان يعمل لهن الطعام، مثل الآن العادة المتداولة، إذا بيت توفي منهم واحد، الجيران أو من أشبه يبعثون لهم طعام. الإمام كان يحرض على زيارة سيد الشهداء. هي هذه الأحاديث تعتبر هي الركن والسند لهذه الأعمال. هذه الرواية في كامل الزيارات صفحة 234. يقول الإمام صلوات الله عليه، الإمام زين العابدين: من أحب أن يصافحه 100,000 نبي و24,000 نبي فليزر قبر أبي عبد الله الحسين في النصف من شعبان، فإن أرواح النبيين يستأذنون الله في زيارته فيؤذن لهم.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق